السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة الشاشة اللي هي ال11 بوصة ده أكبر من 10. ماشي. في عميل كلمني، واحد اسمه أستاذ أحمد، دخل كلمنا أبو جانا أنا محتاج شاشة، شاف شغلك حاجة الله أكبر بتاعه تمام. فضلنا مع بعض لحد ما خلاص تمام، وقلنا ماشي مفيش مشكلة يا عم، أنا هحول يا عم خليها عليا كلام من ده. المهم ظبطت سعر فيها يعني عشان نمشي الدنيا بمعنى أصح. قال لي خلاص تمام. احنا بقى ما اختلفناش الا برضه على النقطه اللي هي بتاعت بتاعت ان هو بيدفع دفع يعني دفع مقدما. انت دلوقتي بتحول المبلغ كامل مع الشحن، وبتنتظر مني فيديو زي اكنك قاعد معاه في قلب البيت في قلب المحل حاجتك، زي ما دافع قرش جنيه حقك بتاخده. انا عمري في حياتي ما هدخل بيتي جنيه، انا ما يلزمنيش والناس كلها تشهد بشغلي وعارفه دنيتي ازاي. المهم زعلنا وقال خلاص ماشي، وقلت له ماشي يا عم كله على الله، ويا عم مفيش مشكله، مش مكتوبه لك الشاشه. قال لي خلاص. المهم دخل على الواتس كلمني، قال لي ابو جانا انا عارف الناس واثقه فيك، بس انا اتلدعت من كام حد ودفعت فلوس وكلام من ده. قلت له يا باشا انا ماليش دعوه باي حد، هقول لك خد اللينك القناه بتاعتي وانت راجعها وشوف اني نظامي ايه. والله العظيم لقيت الراجل مكلمنا النهارده، وبرضه انا بقول لك انا كابو جانا في المنصوره وعامل كل حاجتي في فيديوهات وكل حاجه بما يرضي الله. مش بقول لك غير انك لما تاخد الحاجه بس تقول لنا كلمه حلوه في حقنا، زيك زي كل الشغل الناس بفضل الله. تمام. شاشتك قدام مني زيرو حاجه، بسم الله ما شاء الله اهي مفيش بقى خبطه، مفيش اي مشكله، كل حاجه 100% وفيها ار اف. شاشه 11 بوصه ممتازه جدا جدا. تمام. يعني 10 ونص 11، انا بقول اكبر منها برضو يعني عشان برضو هو يعني في مصداقي. المهم قال لي يا عم ابو جانا، لقيته مكلمني ابو جانا انا احمد وبتاع. قلت له طب ايه المطلوب؟ انا كده كده المفروض اصلا ازعل، انا خلاص بدل فيها سين وجيم وسوس لا يبقى بلاش. انا لقيته قال لي يا عمي انت راجل محترم وانا اسف حقك عليا وبتاع. قلت له يا عم مفيش اي مشكله، انا المفروض اقول لك لا، بس انا هبيعها لك مفيش اي مشكله، ده ارزاق كده كده هتتباع، كل شغل بفضل الله. عندي واحده 8 بوصه متقفله، وفي فيديو الناس تبص عليها ده تقفيل داخلي وشغل عالي. المهم خلاص اتفقنا. يلا يا عم الحاج انا قدام منك الفيديو بتاعك، وانت طلبت مني الصفر الدفعه الجديده كمان اللي لسه جايه، مش اللي هي اللي قبل منها، لا الجديده كمان. ظبطت لك ملف قنوات والدنيا كلها زي ما انت شايف بحاجتك قدام منك اهو. طيب مبدئيا بس نبص على الشاشه الاول. بص يا حاج، حاجه الله اكبر، حاجه الله اكبر، حاجه بسم الله ما شاء الله. نبص كده اهو، نبص كده قدام منك الشاشه فابريكا. لو جينا نبص بصه صغيره اهو، ممكن نبص تقول مثلا ايه ده لا دي الباغه ديت زي زي السكرين دي، هي سكرين لزقه، دي لزقه الشاشه بتاعت بلادها اهي، عايزه تتفك بس ما تشيلهاش. خلاص تمام. وده كده الدي في دي بتاعك كل حاجتك. بص كده اهو بسم الله ما شاء الله شغاله. وطبعا انت ما بتعتمدش على البطاريه الداخليه عشان برضه يبقى احنا في مصداقيه. الشاشه شغاله 100% 10 على 10 اهي. تمام. وعشان تشغل لازم بطاريه خارجيه، يعني في بطاريات زي دي كده معانا ماشي، الواحده ب 500 جنيه برضه، كشاف وشغل عالي جدا، بتقعد معاك ساعتين، حاجه بسم الله ما شاء الله. اول ما الشاشه بتفتح انا طبعا عشان هي كانت فاصله بقى انا عاينها بقى اكتر من اسبوع ماشي، بوصل لها بس بطاريه كده تشحن وخلاص. لما اول ما الشاشه هتفتح معاك تكتب كلمه نيو ديسك خلاص، نخش بقى على الزرار. تمام. اول زرار اللي هو اللي فوق ده عشان نغير ونشغل لك الريسيفر، برضه اوريك الريسيفر واوريك حاجتك. ادي يا صاحبي الجهاز بتاعك اتش 2، حاجه بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا. بص حاجتك اهي عشان تبقى انت فاهم، حتى بورقه الضمان، بس طبعا هو طبعا ملوش ضمان معروفه يعني، بس هي بيدينا ورقه كده كاروتين. وعندك الجهاز انا مظبطه بملف قنوات سوفت وير جديد، كل حاجه بما يرضي الله. وعندك حاجتك اهو قدام منك اهو، حتى الحجر مادام انت شاري الجهاز يبقى تاخده حقك. وادي الريموت الاصلي وادي الكابل والسنسور، كل حاجه بما يرضي الله يا صاحبي قدام منك اهو. منتظر بس منك كلمه حلوه في حقنا. ادي كده قدام منك برضو الريسيفر اتش 2 قدام منك اهو. تمام. هنبدا يلا بقى نجرب يلا. بص يا صاحبي انا كده وصلت الريسيفر تمام الاتش 2 بتاعك وطبعا شغال على البطاريه الخارجيه عادي. نفتح نصلي على النبي الاول. معلش بقى هو الفيديو طال، بس انا زي ما انت فاهم انا معلش يعني
بطول في الشغل شويه عشان برضه يبقى بما يرضي الله. الشاشه فتحت، الله اكبر عليها. ماشي. وهنقوم جايبين بقى احنا الريموت كده، كتبنا ديسك قدام منك، هتتك على الزرار ده. بص كده الزرار ده تكه واحده، تكه واحده، ما تتعبش نفسك. الله اكبر، الله اكبر على الريزوليوشن والصوت. ايه ده؟ بص كده، اكتم الصوت كده نوريك تكبير الاشاره. يعني هقول ايه، حاجه الله اكبر، حاجه بسم الله ما شاء الله من نصيبك. دي من نصيبك، حافظ عليها. انا بقول لك في فيديو علني حافظ عليها جدا جدا، لان الشاشه ده الله اكبر يعني ريزوليوشن صوت اهو. بص كده، بص كده بص كده الصوت صوره. انا بس بفهم شغله واحده، بسم الله، صوت مجسم. شو الاهم بالنسبه لك؟ بص يا صاحبي، اشاره 93 تطبيق طبعا، ملف القنوات اللي انا منزلك الحديث. اكتم الصوت، منزلك برضو الحديث. ونجيب قناه كده برضو قران. شوف الريزوليوشن ده حاجه بسم الله ما شاء الله. نسمع فبرضو ايه تعلي، بس انت ما تعليش هي الوقت على 20 اهي، يعني قلل الصوت شويه عشان برضو ما تسحبش منك كهرباء كتير. بص كده، والله العظيم يعني حافظ عليها. انا بقول لك حافظ عليها في فيديو اهو، حافظ عليه. الشاشه بسم الله ما شاء الله اكنها بالظبط ريزوليوشن عالي جدا، ريزوليوشن عالي جدا. بص كده، نجيب بس صوره باينه شويه. حاجه بسم الله ما شاء الله من نصيبك. وخلي بالك كل ده على البطاريات الداخليه عشان تبقى انت فاهم، يعني ده على البطاريات، انا مش موصل بطاريات قدام منك يعني بتشتغل معانا. لازم بطاريه خارجيه برضه لو فصلت معاك. تمام يا صاحبي، حافظ عليها. وده كده شاشتك اهيت، وهشحنها لك بكره ان شاء الله، واكيسها لك تكيسه نضيفه. ومنتظر بقى انا منك الفيديو بالمصداقيه، بمصداقيه ابو جنى. تمام. والرسيفر بتاعك اهو، حاجتك بما يرضي الله. ماشي يا صاحبي، يلا يا عم على البركه. وعايزك تثق فيا، انا ده اول شغلانه باذن الله. انا عارف ان انت ان شاء الله هتبقى واثق فيا. ليه؟ خلاص بقى ايه قدام منك انت راجل النهارده قلت لي انا هحول لك وانا واثق فيك. وانا برضه انا معلش اللي هزت السلكه، هزت الكلام. وانا برضه في الفيديو بقول لك الشغل حاجه الله اكبر، يعني الشغل قدام منك الشاشه مفيش فيها غلطه، شاشه مفيش فيها غلطه بفضل الله. هو بس السلك اتهز ففصل الريسيفر ماشي. بصراحه صوت مجسم، حاجه الله اكبر. الشاشه الريزوليوشن عجباني جدا. كله هيبقى بجسم. مشرفين هنا بسبب النسوان. حاجه بسم الله ما شاء الله. الصوره عامله ازاي؟ حاسس العلاقه لعيبه المنتخب. ولسه عندي برضه عندي لسه واحده 12 برضه حكايه، يعني دي ممتازه جدا، وال 12 برضه ممتازه جدا، وكله موجود بفضل الله. وعندنا 7.5 كل حاجه موجوده بفضل الله. ماشي. اي خدمه يا صاحبي وانا تحت امرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هشحن لك بكره، ومنتظر منك بقى الرد او الثقه اللي انت كنت خايف مني فيها. السلام عليكم.